بتحب الكورة؟ روح برشلونة أو روح لصلاح روما أو كول بيتزا في روما. لو بتحب الشوبينج روحي باريس. لو عايز تركب عجل روح هولندا، أو لو عايز تشرب روح هولندا برضه، أو لو بتحب مصر اي بلد هتروحها اكيد هتنبسط فيها، بس الفكره انك تروح البلد اللي انت نفسك تروحها او نفسك تعمل فيها حاجات معينه. فاعمل سيرش كويس قوي قبل ما تسافر وشوف ايه الحاجات اللي انت نفسك تعملها زي ما احنا شفنا من شويه واعملها. وكمان ممكن تعمل سيرش بالافضل بالنسبه لك او العمله الاقل. دايما شركات السياحه بيزنونا في الحته دي، تلاقيهم عاملين باكج معينه وعايزك ان انت تختارها. احلى حاجه انك تسافر في الاعياد زي نيو يير وكريسماس وكمان الصيف، بس المشكله ان الاوقات دي بيكونوا اغلى اوقات وازحم اوقات. فانت لو زي حالاتي كده بتوفر، انسى الموضوع ده تماما. بس لو عايز يعني ومفيش غير كده ممكن تحجز قبلها بفتره كبيره. طب اسافر امتى برضه؟ كل واحد فينا عنده اجازات معينه، يعني انت لو بتشتغل فليك 21 يوم اجازه في السنه، فحاول على قد ما تقدر ما تخلصهمش ووفرهم للسفر. ولو انت طالب بيبقى ليك اجازات معينه زي اجازه نص سنه اخر السنه او اجازات في النص، فدي برضه اعمل حسابك ان انت تسافر فيها وتحجز قبلها برضه بفتره. طيب ايه احسن وقت اسافر فيه؟ احسن وقت ده على حسب كل قاره انت مسافرها او اي بلد انت مسافرها. يعني انت ممكن تكون مثلا شخص ما بتحبش البرد وانت مضطر ان انت تسافر شهر 11 وتروح اوروبا، فانت لو رحت اوروبا في شهر 11 هتلاقي الجو برد جدا، فلازم تعمل سيرش كويس قوي على الموضوع ده. فين وامتى سؤالين مرتبطين ببعض واجابتهم مترتب عليها حاجات كتير جدا، فاهم حاجه تسافر البلد اللي انت عايزها في الوقت المناسب بالنسبه لك. بكده تكون خلصت حلقتنا النهارده من خد فكره وسافر بكره. اشوفكم في حلقه جديده. عمار الحمصاني.